السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة عالم تصليح الساعات. زي ما شفنا الحلقة اللي فاتت يا جماعة، احنا اتكلمنا عن الساعة الروسي اللي هي البولجوت، من الساعات الجميلة جدا والساعات القيمة جدا، وقلنا قد ايه الصناعة الروسي متقدمة في تصنيع الساعات من أزمان بعيدة، يعني من القرن اللي فات واللي قبله، يعني حاجة رائعة بصراحة. النهارده برضه هنشوف جمال الساعة الروسي في البوكيت واتشز اللي هي الساعات الجيب اللي موجود دي. طبعا زي ما انت شايف النقشة، هنشوفها كل ده هنشوفه تحت الميكروسكوب، هنشوف الجمال بتاعه. هنفتح الساعة دلوقتي من ورا كده، نشوفها كده مع بعض. زي ما انت شايف فتحناها على طول. طبعا بصوا الجمال، برضو زي الساعات السويسري بالظبط، يعني حاجة جميلة جميلة جميلة. بص منظر الساعة البوكيت واتش وجمالها، حاجة بقالها يا جماعة سنين طويلة، سنين طويلة جدا يعني. بص قد ايه الجمال موجود، وقد ايه اتقان، وقد ايه لسه حاجة بتلمع، وزي ما قلنا عليها خطوط هنا مش سايبينها فاضية كده، وهنا نفس الحاجة عاملينها سن شاين ديت، يعني حاجة جميلة. والمسامير تعالوا نشوفها كده مع بعض تحت الميكروسكوب. اهلا بيكم يا جماعة. شوفوا الجمال، الجمال الرائع في الساعات الروسي. يعني الاتحاد السوفيتي ده فعلا ولا زال متقدم في كل حاجة، في الأدوات الطبية وفي التكنولوجي وفي العربيات، ما شاء الله يعني زادت، تقدموا تقدم رهيب جدا، وفي الساعات وفي الأدوات العسكرية، يعني حاجة رائعة بصراحة وتقدم. شوف النقشة، شوف النقشة دي معمولة من كام سنة، يعني من سنين طويلة، سنين طويلة. شوف جمال النقشة هنا، شوف جمال النقشة، حاجة يعني رائعة بصراحة. شوف الأشكال الجميلة الموجودة، يعني مش عارف اقول ايه. الساعة طبعا دي لما نلاحظ هنا ناقصة هنا الحلقة بتاعتها اللي هي هنا دي، اللي هي بتبقى دايما في الساعات الستوب ووتش، أهي زي ديت اللي هي انت شايفها دي مثلا، يبقى فيه حلقة ماسكة عشان تقدر تمسكها منها، تحط سلسلة فيها أو تحط أي حاجة بحيث تبقى دايما في جيبك وتبقى مشدودة وثابتة في جيبك. دي حاجة بتتجاب وبتتباع في اي بي وفي الحتت ديت طبعا. طيب تعالوا نشوف كده الساعة دي. بصوا منظرها، بصوا الجمال، يعني حاجة ألوان، هو لونها أزرق على فكرة، يعني أزرق غريب كده زي الموف كده، جميل. اللي أنا ملاحظه هنا إن في هنا كان في شرخ أو حاجة زي ما أنت شايف أهي. طبعا حاجة بسيطة، وأعتقد حد حاول يعملها لكن كويسة يعني، مش وحشة يعني. الأرقام زي ما أنت شايف مكتوبة، مكتوبة أهو، صناعة سي 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 بي، الاتحاد السوفيتي. يعني رائع رائع، حاجة جميلة جدا، فن. وبص هنا عاملة ايه، هنا لما تلاحظ كده بس سانشاين، كل دي سانشاين 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 سانشاين، يعني دقة جميلة جدا 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 جدا. ازاز الساعة زي ما انت شايفها بتبقى قوية، ليها سماكة كبيرة زي ما انت شايفها هنا، يعني واضحة أوي هنا أهو، يعني مش بس يعني لها سمك كبير. بتبقى على فكرة دي إزاز مش بلاستيك زي الساعات السويسري أو الحاجات دي. شوف العقرب فيري سيمبل ازاي بيتحرك. حاجة يا جماعة دي بقالها مثلا داخلة على 80 90 سنة، يعني حاجة رائعة رائعة، سيمبل جدا جدا جدا. شوف ظهر الساعة كده اللي احنا فتحناه زي ما انتوا شايفين طبعا كده. شوف الغطا منظره جميل ازاي، وعليه أشكال يعني بص يعني دواير مثلثات سانشاينز، حاجة رائعة بصراحة. بص ظهره برضو يعني جميل، جميل جدا جدا جدا، فن يعني راقي، فن راقي جدا، واشكال. طبعا معروف الامبراطوريه السوفيتيه يعني، او امبراطوريه روسيا يعني، كانت مشهوره بالنقوش والامبراطور هناك، وحاجه يعني جميله جميله جميله. يعني ده مثلا كان ممكن ناس كتير قوي مش هتشتري الساعه وتموت وما تفتحهاش من ظهرها، لكن ده بيعملها برضه حاجه فنيه، هو ما يقدرش يعمل غير كده. بصوا بقى مكانة الساعة يا جماعة، حاجة بقى لها 80 سنة. أنا مش هتكلم، أرجوكم قولوا لي رأيكم إيه في التعليقات اللي أنتوا بتعملوها. يعني شوف المنظر، بص الخطوط هنا إزاي، بصوا المكان بتاع فعلا التزييت مظبوط إزاي، دقة متناهية. رقم الساعة أهو مكتوب طبعا هنا بالروسي، يعني يا مسامير. بص هنا
يعني جميل. هوقف لكم ثانية كده عشان اوريكم ان هو ده الموديل القديم قوي. بص اللي هو ايه، كان بالتوازن بالمسامير دي، اللي هي المسامير اللي موجودة. شايف المسامير دي اهي واضحة جدا يعني. هنكبر كده ونشوف المسامير دي اخبارها ايه. زي ما انتم شايفين هنا المسامير، شوف هنا ده عالي ازاي، عاملينه عالي اساس ان هو يغطي حاجة منها. بصوا هنا يعني، بص هنا كده الحجر اللي موجود، اللي هو حجر الأمان ده، يعني للبالانس اللي هو أدق حاجة. بصوا تصنيع البالانس، بصوا هنا النقاشات اللي موجودة. يا سلام، بص الحجارة هنا محطوطة ازاي، يعني حاجة بصراحة. بص النحت هنا ازاي، بص النحت اهو نشوف مع بعض، حاجة جميلة. منحوت يدوي واضح جدا، منحوت يدوي. يعني حاجة مش عارف الواحد يقول ايه يا جماعة، الناس كلها بتتقدم بصراحة مع ده احنا. يعني حاجة تزعل والله، بالذات في الساعات، عربيات، وفي كل حاجة، كل حاجة. تحفة فنية، تحفة فنية. كمان هنا الخطوط اللي موجودة دي، بص الخطوط اللي موجودة هنا والخطوط الموجودة هنا. يعني مش قادر أقول حاجة، يعني بحب أوريكم بس الدنيا يعني ماشية إزاي في العالم كله. ونتمنى أن يبقى رب يا رب نبقى زيهم. طبعا زي ما انتم شايفين، ورقم الساعة هنا اهوت يعني مكتوب بطريقة رائعة رائعة. النحت زي ما انت شايفه حاجة يعني ما اقدرش اقول ايه. بس بص هنا سوسته هنا ازاي، بص بتتحرك ازاي. بص، بص يعني سلاسة متناهية متناهية. وهنا طبعا واضحة اهي التأشيرات، واضحة جدا اهي، معمولة هنا ومعمولة هنا زي ما انت شايف. يعني حاجة تقدم رهيب رهيب رهيب. أتمنى يا رب إنكم تكونوا حبيتوا الساعات الروسي يعني ديت. وفعلا اللي عنده ساعة روسي أنا بعتبر إن هو عنده يعني حاجة كويسة جدا، يعني يعتبر كنز معاه، لأنها ساعة تعيش العمر كله له ولولاده وأحفاده وأحفاد أحفاده بصراحة. لأن دي الساعة دي زي ما أنت شايف دي مثلا قبل 1950، وشوف المنظر، صناعة كأنها معمولة امبارح. تحياتي لكم وأشكركم جدا يا جماعة. ما تنسوش دعم القناة للشركات الخاصة وتشكرات. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. إن شاء الله نتقابل في حاجة جاية إن شاء الله عن ستوب واتش الروسي بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.